السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم حالة سهل وبسيط، وهتعملوه في 10 دقايق، ومش هياخد منكم وقت ولا تكلفة ولا مجهود، ومش هنستخدم بقى لا فرن ولا بوتاجاز، ولا هنستخدم معانا بيض في الوصفة بتاعتنا دي خالص. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف مع بعض مقادير وصفتنا عملناها ازاي. بس قبل ما تشوفوا الفيديو للاخر، ما تنسوش بقى لو اول مره بتدخلوا قناتي او اول مره بتشوفوني تحطوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. بسم الله. اول حاجه معايا كوبايه ونص من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات، ومعايا نص كوبايه من الكاكاو البني، انا مستخدمه الكاكاو بني فاتح، ومستخدمه نص كوبايه من السكر، ومعايا في الاول كوبايه من الحليب، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الفانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا، وممكن نستغنى عنها لان احنا مش حاطين بيض، بس انا بحب اضيفها برضو عشان الحليب. وطبعا كل المكونات اللي انا مستخدماها بدرجة حرارة المطبخ. في معلومة كمان نسيت اقول عليها، ان طبعا كل نوع دي زي ما احنا عارفين بيختلف في كمية السوائل اللي بياخدها، فانا في الاول هضيف معايا كوباية واحدة من الحليب بس، لغاية لما اشوف هيحتاج معايا حليب قد ايه. انا هنا الكوبايتين من الدقيق على الكاكاو، يعني كوباية ونص من الدقيق ونص كوباية من الكاكاو، اخدوا معايا كوبايتين من الحليب. الحليب اللي انا مستخدماه الحليب المبستر. لو حضرتك هتستخدمي حليب بلدي لازم تغليه الاول وبعد كده تشيلي الوش بتاعه. تمام. انا قلبت في الاول زي ما حضراتكم شفتوا كل المكونات الجافه مع بعض، وبعد كده ضفت كوبايه الحليب وقلبت كويس بالمضرب او ضربت شويه بالمضرب زي ما حضراتكم شفتوا. حسيت ان الكميه بتاعه الدقيق مع الكاكاو محتاجه كوبايه من الحليب تانية، فضفت لها كوبايه تانية من الحليب وبرده ضربت بالمضرب. احنا ممكن نستغنى في الكيكه بتاعتنا القمر ديت عن المضرب الكهرباء، وممكن نستخدم مكانه المضرب اليدوي اللي هو الويسك. تمام. بعد كده ضفت ربع كوبايه من الزيت، ودي اخر حاجه بضيفها معايا او اخر مكون بضيفه معايا للعجينه بتاعه الكيك معايا. وزي ما حضراتكم شفتوا العجينه بتاعتنا اقتصاديه وما فيهاش اي بيض خالص. تمام. انا كده هبدا اقلب بقى بالسباتيولا عشان خاطر لو في اي دقيق من تحت او اي كاكاو من تحت ما وصلوش المضرب يتقلب كويس جدا. بعد كده هسيب العجينه بتاعه الكيك على جنب، وهبدا بقى اجهز معايا الطواجن والقوالب اللي انا هحط فيها العجينه وادخلها معايا الميكرويف. النهارده الكيكه بتاعتنا احنا هنسويها في الميكرويف، وزي ما قلت في اول الفيديو ولا فرن بقى ولا تعب ولا مجهود، هنعملها في الميكرويف ومش هتاخد معانا بالظبط 5 دقايق في الميكرويف. هبدا بقى ان انا اجيب كده مسحه بسيطه من الزيت وادهنها في كل الطواجن او القوالب بتاعتي اللي انا هشتغل فيها. لازم ادهنها كويس جدا واخلي الزيت يتوزع كويس جدا فيها علشان خاطر ما تلزقش معايا في الطواجن والقوالب اللي انا بشتغل فيها. الكميه بتاعه الدقيق مع الكاكاو اللي هما الكوبايتين هيعملوا معايا الاربع طواجن دول والثلاث قوالب الصغيرين دول. طبعا دي طواجن صغيره اللي هي بتاعه ام علي، اللي هي بتبقى الحجم الصغير خالص، او بتاعه الرز بلبن او الزبادي اللي هي المقاس الصغير. بعد كده هجيب خليط الكيك معايا وهديله تقليبه خفيفه كده، وهبدا بقى ان انا اغرفه في الطواجن بتاعتي، وراعي وانا بملى الطواجن ان انا مملهاش للاخر، يعني انا بملى ازيد من النص بحاجات بسيطه، ما بوصلش حتى لتلات ارباع الطاجن، يعني فوق النص كده بمستوى بسيط جدا. هملى بقى كل الطواجن بتاعتي معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا وهتدعولي، لانها لا بتاخد وقت ولا مجهود، وممكن تعملوها اقتصاديه، يعني تحطوا عليها الشوكليت شيبس بس كده بدون التزيين اللي هيكون معانا في اخر الفيديو، هتشوفوه زي ما شفتوه في اول الفيديو. يعني انا اكتفيت بس ان انا اعمل في الاول شويه من الشوكليت شيبس كده علشان خاطر الناس اللي هي حباه مثلا تكون اقتصاديه، فممكن تعمل لها التزيين البسيط ده وما تضيفش التزيين اللي في اخر الفيديو، اللي هو التزيين اللي احنا هنشكل بيه في اخر الفيديو الطواجن والقوالب بتاعتنا. يعني في الاول وفي الاخر التزيين ده بيكون حسب الذوق وحسب الرغبه. تمام. انا جبت معايا هنا شويه من الشوكليت شيبس السمراء وشويه من الشوكليت شيبس البيضاء، وبدات ان انا ارش على وش الطواجن والقوالب بتاعتي كده. هزين بقى وش الطواجن والقوالب كويس جدا بالشوكليت شيبس، وبعد كده هبدا ان انا اجهز معايا الميكروويف اللي هشتغل فيه. تمام. هدخل معايا بقى الطواجن بتاعتي. انا في اول مره دخلت معايا الاربع طواجن الصغيرين، والمده بتاعتهم في التسويه بالظبط كانت عباره عن 6 دقايق مش اكتر من كده، وهوريكم شكلهم برضو معايا لما يطلعوا بعد ما يعدي عليهم 6 دقايق في الميكروويف هيكونوا عاملين ازاي. طبعا الطريقه ديت اسهل واسرع من ان احنا نحطهم في الفرن، لان لو دخلوا الفرن هيقعدوا في فتره اطول من كده. يعني الطريقه دي بتكون معانا بتنجز في الوقت، ويعني اختصارا للوقت. طب هتقولوا لي واللي ما عندوش ميكروويف؟ هقول لكم طبعا ربنا يدي الناس كلها يا رب، وكل اللي ما عندوش يجيب ان شاء الله ويبقى عنده احسن ميكروويف في الدنيا. بس هنسويها في الفرن زي طريقه الكيكه العاديه، وما نفتحش عليها الفرن خالص، يعني انا وانا بسويها ما فتحتش عليها الفرن ولا مره.
تمام 6 دقايق بالظبط، وخرجتها من الفرن، وزي ما هتشوفوا ان هي مستويه معايا تماما زي ما هوري لحضراتكم دلوقتي. هنا دخلت برضو القوالب الصغيره معايا، بس القوالب الصغيره معايا قعدت مده اقل. انا كنت ظابطه التايمر بتاع الميكرويف على 5 دقايق، بس هم قعدوا معايا 4 دقايق بالظبط. تمام. هنا خرجت الكيكه اهي زي ما حضراتكم شفتوا. بعد كده بختبرها بعصايه من الشيش طاووق، طبعا طالعه معايا نظيفه وزي الفل زي ما حضراتكم شايفين. اذا الكيكه بتاعتنا استوت تماما من القلب وما هيش معجنه خالص. بسيبها تبرد معايا تماما، وبعد كده ببدأ ان انا ازين فيها. انا جبت هنا معايا شويه من مربة الحليب وحطيتهم في قمع حلواني، وبحط التيب اللي انا عايزه استخدمه او القمع اللي انا عايزه استخدمه. انا استخدمت معايا القمع دوت اللي هو بتاع الكريم شانتيه او بتاع مربة الحليب، وعملت بيه روزيتات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وزي ما قلت برضو في الاول، حضرتك ممكن تستخدمي اي تزيين تفضليه، او لو عايزه تسيبيه بالتزيين اللي عليه اللي هو الشوكليت شيبس مفيش اي مشكله. بس انا حبيت يعني يبقى له شكل جمالي اكتر كده، وخاصه ان انا كان جاي لي ضيوف في الوقت دوت، فقلت ان انا يعني اعمل حاجه كده تشرفني قدام ضيوفي وترفع راسي كده قدامهم، خاصه ان هم كانوا اول مره يجوا عندي. طبعا طعمها جميل جدا ورائع، اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت حلو زيكم علشان الكومنتات بتاعتكم بتفرحني. انا زينت هنا معايا طاجنين بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده بمربة الحليب، والطاجنين التانيين زينتهم بتزيين مختلف شويه. حطيت عليهم شويه من صوص الفراوله زي ما حضراتكم شفتوا كده معايا. ممكن تستخدموا اي صوص مفضل ليكم، بس انا بحب نكهه صوص الفراوله عشان بحسها مميزه جدا في الطعم. وطبعا زينت وش المربى بتاعه الحليب بكل طاجن واحده من الكريز الاحمر، عشان خاطر تدي شكل كده قمر زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده جبت معايا الطاجنين التانيين اللي انا حطيت عليهم صوص الفراولة، ورشيت عليهم شوية كده من البسكوت اللوتس المجروش. انا بستخدم بسكوت اللوتس او البديل بتاعه اللي هو اسمه الروتس ده، بس البسكوت اللي انا مستخدماه اللي هو المجروش هو بسكوت اللوتس. تمام. فلما رحت اشتري البسكوت بتاع اللوتس اللي هو القطع زي ما حضراتكم شايفين، ما لقيتش غير الروتس ده فجبته. تمام. هو على فكرة قريب ليه في الطعم جدا، وبرضه بيدي نفس الشكل مفيش اختلاف. هنا كانت القوالب برضو الصغيره خرجت معايا من الميكرويف وسبتها تبرد معايا تماما، وبعد كده بدات ان انا ازين فيها، والتزيين بتاعها خليته بسيط شويه عشان خاطر ما يبقاش اوفر شويه في الشكل زي التزيين التاني. وطبعا التزيين زي ما حضراتكم تحبوا، بس انا حبيت شكلهم جدا كده، وحبيت ان انا اوريكم يعني عشان خاطر تاخدوا افكار. وطبعا زي ما انتوا عارفين احنا في شهر رمضان ومحتاجين وصفات للحلويات. ان شاء الله ربنا يحل دنيتنا ويحل ايامنا جميعا يا رب، ورمضان كريم علينا وعليكم اجمعين، اللهم امين. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش بقى لو اول مره بتدخلوا قناتي او اول مره بتشوفوني، تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان خاطر يوصلكم كل جديد. وما تنسوش برضو اللايك والشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد والفيديو يوصل لعدد اكبر من الناس. ان شاء الله اشوفكم في وصفات جايه كتير، ورمضان كريم عليكم وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله تعملوها وتعجبكم زي ما عجبت ضيوفي، وان شاء الله يسالوكم على طريقتها، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.